أجواء الصيام الأمريكية بعيون مهاجرين وحكاية متجر ملتقى العرب في سياتل. كل الشباب العرب طبعا أجمعوا على المسلمين إن المكان اللي يبيع لحم حلال وفريش. مع حلول شهر رمضان الفضيل يزداد إقبال المسلمين هنا في ولاية واشنطن تحديدا بمدينة سياتل على اللحوم الحلال، ولكن أيضا على المنتجات الأخرى المرتبطة بهذا الشهر الفضيل. أنا خليل بن طويلة أحييكم ضمن الفقرة الأمريكية من هنا من سياتل من داخل أكبر متجر للحوم الحلال. ابقوا معي بعد الفاصل نلتقي. يدير هذا المتجر الكبير هنا في ضواحي مدينة سياتل بولاية واشنطن أمريكي من أصول سودانية، جاء إلى هذا البلد في العام 2003. اليوم يقود ويدير هذا المحل باقتدار بحسب ما يقال. النشاط الأساسي بهذا المحل هو بيع اللحوم الحلال، ولكن أيضا هنالك الكثير من السلع الموجهة لديانات وأشخاص وجنسيات أخرى غير الإسلامية. سوف ندعوكم في زيارة إلى الداخل بهذا المتجر، تابعونا. لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد مهاجرين بالأساس، فإن أسواق بيع المنتجات المختلفة اختلاف الأعراق والثقافات تنتشر في كل مكان، منها ديجي سوبر ماركت الذي يوفر سلعا للجميع مع التركيز على اللحم الحلال للمسلمين. صاحب المكان أمريكي من أصول سودانية. محمد كيف؟ اهلا سيد خليل، كيف حالك؟ الله يخليك، شرفتنا كثير. طبعا نحن من زمان هاي عندنا الميت سيكشن الحلال ميت، وبقالنا يمكن اكثر من 12 سنه في هذا المجال. من وين تجيبوا الحلال؟ الحلال عندنا مسالخ هنا متخصصه طريقه الذبح الاسلامي، وبيتمدنا بكل الانيمالز هنا. انتم ما عندكم اقبال من طرف الناس؟ عندنا اقبال كبير، وعندنا كوميونتي من مختلف الاعراق يعني. فنحن عندنا كوميونيتيز من ايست افريكا تقريبا، كوميونيتيز من نورث افريكا، وعندنا يعني الكوميونتي هي الموجوده داخل كمان الولايات المتحده في مدينتنا هنا في لينوود. يعني في اقبال كبير جدا من الجميع ياخذوا حلال؟ ياخذوا حلال، حتى انا شاهدت انه في نون مسلم بعد يعني هم عندهم اقبال كبير على الحلال، لانه تقريبا وزاره الصحه عندها اصداريه بانه اكتشفوا مؤخرا في الدراسات اللي عملوها انه البهيمه او الذبيحه اذا قتلت الدم بيتجمد داخل الجسم، فتجمد الدم بيخلق كثير من المشاكل يعني الصحيه. وأيا كانت معلومة محمد العلمية هذه بشأن اللحم الحلال، إلا أن الحقيقة أن ثمة بالفعل إقبال على هذه المادة من غير المسلمين، ومع شهر رمضان يصبح الزبائن أكثر رغبة في التنويع والكمية أيضا من اللحوم الحلال. هذه المسلخ على يعني هذا هو تقريبا الميت شوب بتاعنا. هنا بيتم تعبئة كل الأنواع اللحوم من حتى الدجاج، يعني اللحم المفروم، اللحم الضان، ولحم الغنم والبقر. هاي سوني هو رئيس الجزارين هنا، يشرح لنا الطوابع الموضوعة على الذبيحة. الطابع الكبير يعني ذبيحة من الماعز، بينما هذه التي عليها طابعين فهي خروف. انتهى طبعا زمن المنشار والسكين، ثمة تجهيزات حديثة للتعامل مع اللحوم، تقطع قطعا متجانسة ثم توضع في علب معقمة، ثم يتم وزنها ووضع الأسعار عليها. في متجر محمد الشابك سلع من جميع الدول العربية والإسلامية، أبلغني أنه يفكر في الشروع بالاستيراد بسبب الطلب الكبير عليه. دعاسيت محمد فأصبح معروفا لدى جميع الأقليات في شرق سياتل بولاية واشنطن، ثم يفتخر بنجاحه لأنه استطاع أن يجمع حول الجاليات الإسلامية جاليات أخرى ليحقق التنوع ويجسده ولو في لحظات تبضع. أعرف هذا المتجر منذ 10 سنوات، وأعرف محمد من 5 سنوات. في السنوات الأخيرة
المحل أصبح أفضل لأنه متنوع وتجد فيه كل ما تريد. أحب أن آتي إلى هذا المكان كأنني في عطلة، أشعر وكأنني سافرت إلى بلد آخر والناس طيبون. أحب رؤية منتجات شعوب أخرى، الأسعار رائعة. قبيل رمضان المرأة المسلمة تدقق في جميع التفاصيل إرضاء لرغبة أفراد أسرتها. أحب المكان لأن لديهم تنوع كبير في السلع، الفواكه والمعلبات واللحوم. آتي إلى هنا لشراء اللحم الحلال. رمضان كريم. أول ما جيت أمريكا كل الشباب العرب طبعا أجمعوا عليه المسلمين إن المكان اللي يبيع لحم حلال وفريش، والكل الشباب يمدحوا في صاحب المحل محمد، ومعروف لدى العرب كلهم. محمد الشابك قبل أن يكون مديراً لهذا المتجر الكبير فهو صاحب شهادات دراسية علمية عليا، وأيضاً ناشط في جمعيات دينية واجتماعية مختلفة، أيضاً هو شاعر. معي الآن محمد الشابك، مرحبا بك في اليوم الحر. أهلا وسهلا سيدي، هل يمكن أن تعطيني نبذة عن نشاطك الجمعوي والديني ككل؟ نعم، نحن تقريبا في نور سياتل هنا عندنا أكثر من 3 مساجد بنيت خلال ال5 سنوات السابقة، فيها تجمع إسلامي كبير ومن كل الجنسيات تقريبا، وفيها نشاطات وفيها فاندريزنج وفيها اكتيفيتيز بالنسبة للأطفال. فنحن كمتجر كبير في المنطقة هنا بنساهم كثير بالدونيشن، بنساهم في الفاندريزنج، وعندنا علاقات مع كل الكوميونتي هنا تقريبا. عندكم برنامج دونيشن في رمضان للفقراء؟ أكيد، وعندنا صناديق بتاعت دونيشن بتكون موجودة هنا عندنا في المحل. المحل تقريبا له غرابة 12 عام تقريبا. خلال الأعوام يمكن المحل بدأ تقريبا بنسبة مبيعات about 720,000 هي، والحين في خلال السنوات السابقة غفزة خيالية، وحققنا السنة اللي فاتت about 3.5 مليون، ومتوقعين عندنا فاينانشال بلانس إنه نقفز بالمحل إلى 5 ملايين و6 ملايين. أنا عندي بكالوريوس بتاع بزنس ادمنستريشن، وعندي MBA في الفاينانس من سيتي يونيفرسيتي هنا في سياتل. لهذا السبب أنت تدير الأمور؟ أدير المحل هذا ولي تقريبا أكثر من 6 سنوات أو 7 سنوات في المحل. تبدو هذه الخضار وهذه الفواكه مثيرة للزبون بما يكفي لشرائها، ولكن الأهم في هذا المحل ككل هو تلك اللحوم الحلال المعروضة بالداخل. كان معكم خليل بن طويل ضمن الفقرة الأمريكية من مدينة سياتل في ولاية واشنطن. نلتقي في فرص أخرى، إلى اللقاء. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. مشاهدي قناة الحرة، نتمنى ان انتم تكونوا على تواصل معنا